ازاي تعملي بسكوت بدون استخدام عجان او مضرب كهربائي، وكمان مش هتضيفي لا بيض ولا لبن. بطريقة سهلة وطريقة بسيطة هتقدري تعملي البسكوت الشهي الجميل ده في البيت في 10 دقايق بس، وتقدري تعملي بيه الكمية اللي انت حباها. ويلا بينا مع بعض نشوف ايه الطريقة. اول حاجه بجيب كوبايه الا ربع من سكر البودر، ودي ربع كيلو من الزبده متقطعه قطع صغيره، وممكن اقطعها بالسكينه عادي، وبتكون في درجه حراره المطبخ. بهرسها بالشوكه زي ما انتم شايفين لحد ما يبدا يدوب السكر مع الزبده. وطبعا انا ما عملتش هنا بالمضرب اليدوي لان طبعا بتكون الزبده ناشفه الى حد ما. وببدا اضيف معلقتين كبار من النشا. طبعا النشا بتديله نعومية للبسكوتة نفسها. وبضيف كمان حوالي نص كوباية من اللبن البودر. بقلب كل المكونات دي مع بعضها بطريقة سهلة جدا بالمضرب اليدوي العادي، أو ممكن بالشوكة بنفس الطريقة. ببدأ أضيف ربع معلقة من الفانيليا السائلة أو الفانيليا البودر. هنا أنا مش ضايفة بيض، ولكن الفانيليا بتديله ريحة حلوة جدا للبسكوتة. بعد كده ما بقلب كل المكونات هبدأ أضيف الدقيق شوية بشوية زي ما انتوا شايفين. أنا هنا مش حاطة مقادير، وهضيف كمان معلقة من البيكنج باودر صغيرة. وهبدأ أقلب لحد ما بحس إن العجينة بدأت تلم من جدار الإناء زي ما انتوا شايفين كده، بدأت تلم. هبدأ خلاص أضيف عليها بشر البرتقانة وعصير برتقانة مش كاملة، يعني ممكن حوالي نصها. وابدا اقلب المكونات. طبعا البرتقال بيديلها طعم جميل جدا، وخاصه قشر البرتقال انا ممكن اجففه واطحنه في الكبه، وبعد كده اشيله في استخدامات اخرى ممكن ان احنا نستخدمها. زي ما انتم شايفين انا حطيت هنا البسكوت بعيد عن بعضه وحطيته في الصاج. ممكن اعمله بالقمع اليدوي زي ما انتم شايفين، بحط كميه فيه وابدا ان انا اضغط عليها وتطلع بالمنظر ده. بحطه في درجه حراره 180 درجه في الرف الاوسط، وبسيبه لحد لما بيبدأ ياخد اللون الذهبي اللي انتوا حضراتكم شايفينه. لو حسيت ان هو مفهوش لون من فوق ممكن اولع عليه الشواية شوية لحد ما ياخد اللون الذهبي. وزي ما انتوا شايفين طالع في منتهى الجمال، مقرمش وفي نفس الوقت من جوه طري جدا. يعني طعمه شهي جدا، وعايزه اقول لكم طعم بسكوت نواعم اللي احنا بنشتريه، وفي نفس الوقت واخد نكهة البرتقال والفانيليا، فطعمه جميل جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه، وطريقته سهلة وبسيطة. هتقدري تعمليه في 10 دقايق بس وانت واقفة في المطبخ، وتعملي الكمية اللي انت حباها. هنا مش هيتعبك ابدا ان انت هتستخدمي ماكينة او تستخدمي مضرب، او ان انت تضيفي بيض او لبن او الكلام ده. لا، هتعمليه بطريقة سهلة وان شاء الله ينال اعجابك. اتمنى ان انتوا تجربوه، وان شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي على خير. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.